معنا على الهاتف وكيل أعمال اللاعبين المعروف الأستاذ أحمد القحطاني. مساء الخير أحمد. مساء الخير يا أستاذ تركي، أسلم عليك وعلى ضيوفك الكرام الأستاذ خلف منفي والأستاذ عبد الكريم الجاسر. أحمد، اليوم في أخبار تتواتر بأنه نايف هزازي مقبل على تجربة احترافية خارجية وأن هناك عروض رسمية، صحة هالخبر؟ والله الخبر صحيح، أنا يعني سبق أعلنت والخبر صحيح ومؤكد، وصلنا عرض رسمي بتوقيع رئيس نادي اشبيليا. عرض رسمي الكابتن نايف هزازي لمدة 4 سنوات انتقال كامل. عرض رسمي أحمد؟ نعم عرض رسمي، نعم. مش شفهي يعني؟ لا عرض رسمي، عرض رسمي موقع وموثق، و 4 سنوات مقابل 6 ملايين يورو. 6 ملايين؟ هذا العرض يعني رغبة اللاعب وليس يعني مثل ما ذكر الاخ عبد الكريم ضغوط على تفاوض ولا ضغوط، يعني انا ما ادخل في الامور هذه نهائيا في التعامل مع اللاعب او مع الانديه. طيب يعني ما اكون انا وسيله للضغط على احد. احمد، العرض وصل للنادي؟ العرض وصلنا اليوم وسيصل للنادي غدا ان شاء الله بعد ما نستكمل اركانه ونكتب خطاب رسمي موجه لرئيس نادي الاتحاد الاستاذ ابراهيم علوان، ونطلعهم على العرض بتفاصيله، والقرار والاول والاخير لاداره نادي الاتحاد ولكبار اعضاء الشرف. طيب ايش موضوع بنفيكا البرتغالي؟ كان في خبر عن بنفيكا؟ كان فيه مفاوضات ولكن لم تاخذ الرسميه، يعني كانوا بعض الانديه يعني ما ترسل عرض الا بعد ما تتاكد 100% ان هناك موافقه من النادي، لان مثل ما تفضل الاستاذ خلف انه اكثر من عرض تقدم للانديه السعوديه يطلبون لاعبين وثم ترفض. وهذه تكون يعني مسيئه للانديه الكبيره. من خلال اتصالك مع اللاعب ايش شعرت؟ كيف رغبه اللاعب؟ هل هي فعلا الذهاب الى اشبيليا؟ الرغبه اللاعب قويه جدا، ويعني يتمنى، واعلنها بصراحه اليوم يتمنى انه يلعب. طبعا اكيد انه بيلعب في نادي كبير، بطل كاس الاتحاد الاوروبي، بطل كاس اسبانيا، ترتيب الثالث في الدوري، يضم نجوم كبار، فابيانو، كونيه، اكثر من نجم كبير، يتمنى انه يلعب معهم. طيب يعني ايش ترتيباتك الان انت القادمه كوكيل للاعب؟ ايش الترتيبات اللي عندك؟ الخطوات 1 2 3 علشان تعجل بهالموضوع. الخطوه الاولى موافقه نادي الاتحاد ليتسنى لنا اكمال باقي الامور تعتبر بسيطه جدا، ولكن نعم. حجر الزاويه موافقه نادي الاتحاد وكبار اعضاء الشرف. طيب والخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه بعد ما تتم الموافقه يكون هناك في عمليه يعني توقيع العقد واعلان العقد في اسبانيا، يعني ومن ثم خلاص مثل اي لاعب يجي للسعوديه. طيب سيحضر احد يا احمد، سيحضر احد للسعوديه لانهاء الاجراءات ولا اللاعب راح يروح لاسبانيا؟ الصوره ستتضح غدا، لان يعني بعد تفاهم مع نادي الاتحاد في حاله موافقه نادي الاتحاد سيحضر احد الى هنا زي اي عرض في اي مكان؟ رئيس النادي شخصيا، رئيس نادي اشبيليا شخصيا، ومع المحامي وبعض الطاقم الاداري، وتقديرا لنادي الاتحاد وتقدير الكابتن نايف، ومن ثم اعلان التوقيع. احمد القحطاني كان في مثلا يعني رغبه انه يكون التوقيع في اسبانيا، تكون هذه الخطوه في اسبانيا. احمد هناك في مرونه من يعني الاسبان، تحديدا اداره فريق اشبيليا، نعم، يعني لتوقيع نايف والحرص على لاعب احمد مستواه انه لاعب كبير. الزميل خلف منفي يسأل، انت الان الوكيل الرسمي للاعب؟ نعم انا الوكيل الرسمي، واللاعب اعلنها ووقعت عقد سليم وما في اي شيء يعني. طيب سؤال معليش احمد، العرض هذا اللي جاء للاعب عن طريقك انت يعني عن طريق تسويقك للاعب، ولا هم تواصلوا معك كوكيل فقط؟ لا انا اللي مسوق اللاعب، ولكن اللاعب يعني شوهد في البرتغال واتصلوا فيه، وانا يعني سوقت اللاعب بعد ما وقعت معه، واحسن العرض الاسباني لجديه. طيب. ولا في انديه بنفيكا وغير بنفيكا يعني خاطبوا اللاعب في المعسكر، ولكن كانت الجديه اكثر من نادي اشبيليا الاسباني. طيب احمد القحطاني وكيل اعمال اللاعب نايف هزازي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك استاذ احمد. وضع النقاط الان على الحروف، قالوا انه في عرض رسمي. اي نعم الحقيقه احمد، يعني انا اللي يعني اثارني كثير في الخبر في الموضوع امرين، انهم حيحضروا للسعوديه لانهاء الاجراءات مثل اي لاعب في اي مكان في اي دوله، وانه وكيل اللاعب هو اللي سوق اللاعب. شوف هو احمد يعني الحقيقه من الوكلاء النشيطين جدا، والناس اللي يعني لهم يعني باع كبير ودور كبير في كثير من الصفقات تتم على مستوى الانديه السعوديه، وانا اعتقد انه يعني جلب عرض بمبلغ 6 ملايين يورو
ومن نادي مثل اشبيليا، يعني فريق كبير يعني سيلعب بجوار لويس فابيانو، يعني قلب هجوم منتخب البرازيل، وفريق يعني من اكبر فرق اسبانيا بعد ريال مدريد وبرشلونه. اعتقد انه هذا نجاح كبير، فرق الصف الاول، ويعني وانتصار للاعب وللوكيل. بشكل سريع، ايش رسالتك لنادي الاتحاد؟ اذا في يعني خلينا نقول كلمه ممكن توجهها لاداره نادي الاتحاد اذا فعلا العرض وصلهم الرسمي، ايش تبغى تقول لهم؟ والله انا اتمنى انه يعني يوافقوا له لسبب بسيط، انه اللاعب يعني لم يحصل على مبالغ ماليه كبيره مع الاتحاد، يعني في بعض اللاعبين يكون حصل على عقد ضخم وبالتالي الطموح اللي عنده ينتهي، ليس لديه اي طموح، حصل على كل ما يريد في ناديه. بالنسبه للاعب لاعب في مقتبل العمر ولا زال يعني لديه طموح كبير وامل كبير انه يلعب، فالسماح لا اعتقد انها فرصه ذهبيه. ابو احمد، اقوى اختبار، شوف اقوى اختبار النادي مثل الاتحاد واي نادي ثاني، يعني صفقه كل ما فيها معلومات واضحه، اذا لم يحترف هزازي فانا اعتقد انه يقفل هذا الباب نهائيا صراحه عقب الصفقه هذه. يعني اذا هزازي ما راح بهالعرض يعني خلاص انت دائما تريد ان تسوق للاعبين، اذا وقفت في مثل هذه الصفقه، وهي صفقه صراحه محترمه، يعني انا اتمنى من نادي الاتحاد انه حتى لو كان يرى انه المبلغ مو كافي، يا اخي لمصلحه الكره السعوديه 6 مليون يورو، 6 مليون يورو يعني حتى ربما هذه تكون للاعب بعكس ما يروح النادي، يعني خلاف ما يروح النادي واعضاء شرف الكبار، فتحة خير على الكره السعوديه من خلال هذا الصفقه. وانت مثل ما ذكرت هو اختبار حقيقي وقوي لاداره نادي الاتحاد.